قفشت شويه شباب زي الورد، بصوا بيلعبوا بالكوره لعب احترافي بصراحه، وانا كان نفسي العب كوره، انا ماليش في الكوره اصلا بس حبيت العب معاهم. طب العب كده، باصي 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 باصي، هوبا، اوعى اوعى اوعى. خلاص معلش. ايه الاخبار يا شباب؟ كله بخير؟ ايه الاخبار يا معلم؟ اسمك ايه؟ مصطفى مجدي. مصطفى. عبد الرحمن. عبد الرحمن. احسن واحد. دلوقتي احنا بنسال سؤال عن العسل، لا يعرف الاجابه منكم هياخد هديه ما يتوقعهاش. نبدا بمصطفى، صح كده؟ اسالك في ايه يا مصطفى؟ اسالك في ايه؟ بص يا معلم، كل خليه، انت شفت قبل كده خليه نحل ولا لا؟ لا. طيب، اي خليه نحل بيبقى في حد مركز قياده في الخليه، اسمها ايه؟ ملكة النحل. الله يفتح عليك، ادي اول واحد كسب برنس. ملكة النحل دي بقى تعرف بتعيش في الخلية فترة قد ايه؟ هو انت كده كده كسبت خلاص، بس دي معلومة اضافية. تعرف بتعيش قد ايه في الخلية؟ مش عارف والله، بس يعني ها؟ مدة معينة. يعني تقريبا قد ايه؟ اخبط رقم كده وهي يعني اصابة يا اتنين. لا. ملكة النحل ايوه، بتعيش قد ايه في الخلية تقريبا؟ يعني حوالي سنة كده، سنة. قربت. ها، زق شوية، ما تمشيش زيادة شوية. يبقى سنة وشهرين. يا راجل. زق حبة حلوين. يبقى سنة ونص. لا. ها، 3 سنين. ملكة النحل يا جماعة بتعيش من 3 ل 4 سنين في الخلية. انت برنس، انت برنس. لحظة واحدة اجيب لكم هداياكم. انت هسألك سؤال تاني، لو عرفته يبقى قشطة. 3 ل 4 سنين. حد يعرف ايه ده؟ سمع الثلاثة. لا. الرحيق. لا. الرحيق ده اللي بيتغذى عليه النحل. الرحيق ده بيبقى في الورد. ده نوع من انواع العسل السدر اليمني الجبلي، بس ده حاجة علاجية مضاف عليه زي ما انتم شايفين كده نوع من انواع الذهب. ده عسل بالذهب. قيمة العسل ده للكيلو الواحد تتعدى ال 115,000 جنيه. بما ان انت جاوبت صح، مبروك عليك. جرب العسل وتابع صفحة بتاع العسل وسيب لي رأيك في كومنت عن العسل ده. ودي تاني هدية معانا لأحسن واحد قال الإجابة الصحيحة أو أقرب حاجة للإجابة الصحيحة من 3 ل 4 سنين. عايزين تجربوا العسل دلوقتي براحتكم، افتح وجرب وقول لي رأيك إيه. دوت عسل قبل كده زي ده؟ بأمانة بأمانة، سيبك من الكلام. لا، اكلت عسل كتير بس طعمه كويس. مختلف عن اللي أنت دوته ولا نفسه؟ لا، مختلف شوية. الدهب طعمه إيه؟ عشان في ناس كتير عايزة تعرف الإجابة دي. لا، طعمه كويس. له طعم الدهب يعني؟ لا، مش عارف، مش حاسس ليه طعم برضه. هو الدهب يا جماعة فعلا ملوش طعم. الدهب اللي بيؤكل دوت ملهوش طعم، انت لما بتدوقه بتاخد نفس طعم العسل، ما بتحسش بطعم مختلف خالص، بس العسل نفسه هو اللي طعمه مميز. عموما نيجي للراجل الثالث الطيب اللي انا عايز اكسبه بس مش عارف اساله في ايه. عمر الذكور قد ايه في الخليه تقريبا؟ تقريبا يعني ما يكملش 9 اشهر. ما ينفعش تنزل شويه؟ 6 كده. الحمد لله، واخيرا الفرد الثالث فاز بعسل بالذهب زيه زي اصحابه يا رجاله. دقيقه واحده والله لا اجيب لك اكتر واحده مليانه ذهب. الذهب في الطرش منه من الاخر. خيار كام ده؟ 24. بس ده نوع من انواع الذهب اللي بيؤكل، مش الذهب اللي بيتلبس، لان الذهب اللي بيتلبس اصلا حرام للرجاله واكله فيه مشاكل. هو اكيد، هو اولا الذهب احنا بنشتريه للي ايه يعني بتبقى خطيبتك كده، يعني ليها في مستقبليا هتبقى مراتك فاكيد. صح صح، هو مظبوط. محرم للي هم الرجال، اما اللي هو الفضه والكلام ده عادي تقريبا للرجال. بس ده بقى نوع من انواع الذهب اللي بيؤكل. فاحنا سالنا كتير في الموضوع ده لان في ابحاث كتير بتقول ان الذهب ده له صفات علاجيه، وفي ابحاث تانية بتقول ان عسل هو الجبل ده ولا عسل؟ ما هو ده عسل الجبل، ده عسل الجبل بس بيجي من اليمن، ده حاجه علاجيه. عايز تدوقه جربه، افتح وجرب. لا دوق حبه حلوين يا عم. هو ايه ده؟ ده لحقت تدوق كده؟ هو ده خليه بقى للذكرى بقى. ماشي ماشي خلاص، راجل حابب يحتفظ بيه للذكرى. مبسوط يا شباب ان انا قابلتكم، يومكم جميل. استنوا الفيديو بقى على كل المنصات. ومعانا